السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كلها كام يوم وهيجي، وبالمناسبة دي هنعمل الزبادي البلدي البسيط السهل، وهنعمل كمان الزبادي اليوناني. عايزة اقول لكم طعمه تحفة، كأنكم بتاكلوا كريمة. وهنعرف في الفيديو الفرق بينهم، وهنعملهم من غير ماكينة ومن غير ما تسخن الفرن. تعالوا نبدأ بالطريقة. أول خطوة هحتاج 2 لتر حليب يكون كامل الدسم، وبغليه على النار علشان أقضي على الميكروبات الضارة. وكمان عايزة الحليب يتركز شوية، وبقلب الحليب علشان ما يتلسعش من تحت، وبسيبه يغلي 3 دقايق وبعدين برفعه من على النار وأسيبه يبرد شوية. عايزاه يكون دافي، يعني إذا حطيتي صباعك في الحليب وعديتي ال10 تستحملي. وهحتاج 6 معالق كبيرة زبادي يكون طعمه كويس، والزبادي يكون سادة ما يكونش مضاف عليه أي فاكهة، ودي هتكون الخميرة بتاعتنا. وباخد شوية من الحليب الدافي وأزوده على الزبادي، وأقلب لحد ما الزبادي يدوب خالص، وباضيف الخليط ده على الحليب، وباقلبه كويس علشان الزبادي يختلط مع الحليب. وباصب الحليب في طبق كبير أو طاجن أو صينية علشان أعمل منه الزبادي اليوناني. وباصب من الحليب في بولات صغيرة علشان أعمل منه الزبادي البلدي اللي هو الزبادي العادي. وبغطيهم واسيبهم في مكان دافي لحد ما تلاقيه اتماسك. وده شكل الزبادي العادي بعد ما اتماسك، أخد 13 ساعة من غير ماكينة زبادي ومن غير ما سخنت الفرن. شايفين قوام الزبادي متماسك ازاي؟ وبصفي الزبادي اللي في الطبق. هحتاج طبق ومصفى وشاشة أو طرحة بيضة. فكرة الزبادي اليوناني إن أنا لازم أصفي المية اللي فيه، وبربط الشاشة أو الطرحة علشان تصفي المية اللي جواه، وبسيبه في التلاجة عشان ما يغيرش طعمه لحد ما يصفي المية اللي فيه. طبعا المية بتاعته ما بتترميش، بنعمل منها معجنات. وده شكله بعد ما صفيت منه المية. وبحطه في طبق وبقلبه علشان قوامه يتجانس مع بعض ويبقى كريمي. شكله حلو قوي كأنه قشطة. ممكن تحطيه في أطباق أو برطمانات، طبعا أنضف من اللي هتشتريه من بره، على الأقل عملتيه بإيدك. وكده عملنا الزبادي اليوناني والزبادي البلدي العادي، وعرفنا الفرق بينهم، ورضينا كل الأذواق. وبالهنا والشفا لكل اللي هيجربوا. وبدام وصلتوا معايا لآخر الفيديو، يبقى الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. أشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله، وباي باي.